السلام عليكم الغزالات ديالي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. طبعا واكيد ما نساوش الصلاه والسلام على رسول الله. اليوم كذلك جيتكم بوصفه ويوميه جديده من يوميات الحدقه البركانيه. وبغيت نتقاسم معكم سلو او سفوف كيف ما كيقولوا له بزاف المناطق. المهم هو معروف بسلو المغربي. هنا الغزالات ديالي انا استعملت الدقيق ديال الزرع اولا الدقيق الكامل. المهم ديتو المول الرحا طحنو مزيان وحمرته كيف ما كتلاحظوا في الكوكوط. كتجي يعني كتنقص البوطه وكتخليه يتحمر مزيان. وكذلك استعملت الشوفان. تقريبا هنا عندي نصف كيلو، انا درت نصف كيلو ديال الدقيق ونصف كيلو ديال الشوفان. حتى هو درت واحد النقيطه ديال الزيت وحمرته. كتنقصي البوطه الغزالات ديالي ضروري ما كتنقصي البوطه وكتخليه كيتحمر مزيان. انا هنا الغزالات ديالي وجدت كلشي باش ما يجيش الفيديو طويل، وفقط نتقاسم معكم الطريقه وكيفاش كنديرو. كيجي هائل رائع صحي. بزاف المكونات اللي غادي نتقاسمهم معكم وفري كيجي رائع. هنا في هاد الطبيسه الغزالات ديالي انا درت معلقه ديال النافع ديال حبه حلاوه، يعني كاملين عندي منهم معلقه. الكوزه، شويه ديال الزعتر، شويه ديال الفليو، ورقه سيدنا موسى. مهم طحنت كل شيء وغربلتهم. عندي هنا تقريبا كيلو الغزالات ديالي ديال جنجلان. غادي ندير النصف غادي نطحنو وقولوا اكثر من النصف والبقيه غنديرو هكاك. عندي هنايا هاد ربع كاس ديال العسل اولا نصف كاس يعني ديال العنبه. عندي هنايا هذا هو الشوفان الغزالات ديالي بعد ما طحنته مزيان ورجع دقيق ملين. عندي هنا زريعه الكتان حتى هي طحنتها مزيان. عندي هنا إلان حتى هي طحنتها مزيان. عندي هنا الغزالات ديالي الكاوكاو عندي كيلو. البلدي هذا الغزالات ديالي كيف ما كتلاحظوا انايا تقريبا هذاك خليته بالقشره ديالو كنسلقو. هذه هي الطريقه يعني ديال الكاوكاو كيجي تقريبا بحال اللوز. كنسلقو ومن بعد كنقليه. والاخر اللي بلا قشره حتى هو كذلك سلقته. واللوز حتى هو عندي نصف كيلو. وغادي انا وريتكم هنايا هاد الهاشوار. غادي نوريكم انا شنو غندير بها في النصف ديال الفيديو. غادي ندير المقادير كاملين كيف ما غتلاحظوا. انا هنا هاد الزلافه اللي عامره هي اللي غادي نطحن، وغادي نضيف هاد المكونات بعد الاولين اللي انا طحنت ديجا. وغادي نوريكم واحد جوج مكونات اللي يمكن اول مره شي واحد غيديرهم في اليوتيوب. غادي نضيف هنا عندي الغزالات ديالي 5 دراهم ديال النبق. كيف ما كتلاحظوا راه هنا مغربل ديتو عند مول الرحا وهو اللي طحنولي، يعني باش كتاكدوا بانه النبق يعني ماشي غير دقيق محمر. وكذلك عندي الخروب حتى هو طحنته عند مول الرحا. غادي نغربلو لان كيكون فيه داك الحجر ولا المهم داك العظام ديالو باش من كتكونوا تاكلوا ما غاديش تهرسوا سنيناتكم، لان فري فيه شي حجر. داك العظام هو اللي كيجي قاصح. واللي بغى يكثر الكميه راه كل ما كثرتي الدقيق غتكثري المقادير اولا غتكثري فقط الخروب والنبق. كيف ما كنعرفوا المنافع ديال الخروب والنبق، يعني هما جوج المكونين اللي كيصلحوا الصراحه اللي عنده المعده، يعني راه كيساعدوا على الهضم، كيساعدوا يعني على بزاف ديال الحوايج. انا ماشي خبيره في التغذيه وانما كنعرف بان الخروب والنبق مزيان. وهنا الغزالات ديالي انا غادي نطحن هذاك النصف الكميه ديال الجنجلان. الصراحه هاد الهاشوار الغزالات ديالي اللي ما عندهاش تاخدها، راه كتسهل عليك بزاف ديال المأموريه وبزاف ديال الحوايج. منها يعني كديري كفيته في دارك وانتي عارفه شنو كديري، كطحني الربيع، كطحني اي حاجه ممكن يتخيلها عقلك كطحنها لك. هاد الهاشوار يعني عصائر بزاف البنات شفتهم كيديروا بها حتى لي كيك.
يعني استعملوها بزاف د الحوايج. وانا هنا من بعد ما هرمشتو الغزالات ديالي، انا غادي نرجع على الغزالات ديالي وغادي نطحن كل شيء في هذا الكأس، يعني الدقيق كامل غادي نعاودو هنا. انا غادي ندير هذا الكاوكاو هنا، الغزالات ديالي اللي بالقشره هو اللي غادي نلينو، والاخر فقط غادي نهرمشو. وكنتمنى منكم تبارطاجيو الفيديو مع عائلاتكم واحبابكم، وما تنساوش اللايك طبعا واكيد. وشكرا للتتبع ديالكم وشكرا لدعمكم، ونقول لكم عواشر مبروكه، واللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، وفي هاد الليله ديال نصف من شعبان. كنتمنى من جميع الناس أنهم يسمحوا لي إذا أخطأت فيهم في العالم اليوتيوب أو خارج عالم اليوتيوب. كنتمنى الأعمال ديالنا ترفع إلى الله عز وجل في أبهى صورة، ويبلغنا رمضان ونصوموه على خير وبخير إن شاء الله يا ربي، ويرفع عنا الغلاء والوباء، لأنهما بجوج الصراحة وباء، الغلاء والوباء. فري يعني المسكين تقهر بزاف بزاف، الحمد لله يعني بزاف د الحوايج الناس ما قادرينش يشريوهم، كيشوفوا فيهم هكا بعينيهم وما قادرينش. الحمد لله على كل حال. انا هنا الغزالات ديالي هرمشت داك الكاوكاو الاخر اللي شفتو، وانا هنا الغزالات غادي نضيف ديك الكميه ديال العسل. الصراحه اللي كيبغي الحلاوه اكثر يزيد العسل. انا الصراحه يعني هاد الكميه جات مزيانه، يعني ما كانش خصني نزيد، لانني انا ما درتش الدقيق بزاف، والبقيه يعني كلشي صوالح، كلشي يعني فيهم الحلاوه ديالهم، ما محتاجينش اننا نزيدوهم. وكيف ما غتلاحظوا انا هنا غادي نرجع ندير داك الدقيق هنا في هاد الهاشوار، وغادي نطحن الكل مزيان. وانا هنا الغزالات ديالي غادي ندير داك الزيت اللي قليت فيه داك اللوز، غادي اللوز والكاوكاو هو اللي غادي نزيدو في الدقيق، واللي بغى يدير زيت الزيتون يدير. انا ما كناكلش زيت الزيتون، لذلك انا كنفضل ندير الزيت يعني اللي قليت فيها اللوز، راه كتكون بنينه باش كتعطي واحد التعليكه لداك السفوف او لا سلو، كيف ما انا قلت لكم، كيف ما كيقولوا له يعني بزاف المناطق. وكيف ما كتلاحظوا ها هي النتيجه كيجي معلك. يعني النتيجه واضحه، الغزالات ديالي ما مستعداش، واللي بغى يخرجوا للطحانه ديال الزنقه يكون افضل، راه ما غاديش يضيف نهائيا الزيت، حتى داك نصف كاس يعني راه ما محتاجش انه يديروا، لان غير دوك المقادير اللي فيه هما غادي يعطيو التليينه لداك الدقيق. وكيف ما كتلاحظوا انا هنا من بعد ما طحنت كلشي ضفت المكونات الاخرى وغادي نخلطو، وخليته ليله كامله الصراحه باش كيطلق فيه داك الزيت وداك صويلحات، عاد غادي نرجع له. وهو الراسو كل ما بقى الغزالات ديالي كل ما هو كيطلق هادوك الصوالح اللي فيه كيطلقوا. هنا الابن ديالي بغى يذوق ما نحرموش طبعا. وهذه هي النتيجة، وكنتمنى منكم مرة أخرى الدعم، وشكرا لكم، شكرا شكرا من القلب. وهذه هي النتيجة الأخيرة، وصدقوني كيجي رائع، وما نقول لكم إلا مع السلامة بكل حب وإخلاص لكم. شكرا من القلب ومع السلامة.